بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قرار الفيفا للشرطة القطرية بأن تسمح لمن يحملون علم المتحولين جنسيا اللي هو قوس قزح وقبعاتهم إلى آخره بدخول الملاعب، لأنه كما نعلم أن الفترة الماضية كانت الشرطة القطرية تحظر دخول هذه الأعلام، دعوة لدين يعني تخيلوا مثلا انه في مسيحيين داخلين بالصلبان وقساوسه اعتنقوا المسيحيه، ومشايخ داخلين المباريات داخل الاستادات ويقولون للناس المشجعين اعتنقوا الاسلام. فكل الاديان ممنوع، كل الاديان ممنوع، لانه لا دين في القرى الا دين واحد هو الدين اليساري، ده يخش وكل حاجه. وطبعا كان الأمر يعني في البداية احترموا قطر، احترموا الشريعة الإسلامية، احترموا أن هذا حرام في الإسلام، لكن الآن قالوا خلاص احنا ما عدناش بنحترم الكلام ده وعليكم أن تنفذوا. وقد نجحوا وانتصروا، وهذه هي الحقيقة، لأنه بينظر إلى الشعوب الإسلامية العربية، يعني مسلمين وعرب، يعني والعرب هم مادة الخام للإسلام، يعني انه هؤلاء احنا محتاجين نعرفهم ان في حاجه اسمها تحول جنسي وراجل يركب راجل وحاجات من هذه الامور، يعني اللواطيين يعني. فمحتاجين نعرفهم هذا الكلام، فقالوا احنا خلاص عرفناهم ان في هذا، والان نفرض عليهم ان يقبلوها، بل ان ندعو ونبشر في هذه المنطقه بهذه الامور علنا. تعالوا نبدا ونرى. نبدأ من قناة روسيا اليوم، بتنقل عن صحيفة الاندبندنت البريطانية رفع الحظر عن شعار المثليين في مونديال قطر. وطبعا هذا الكلام يا جماعة صدر بتاريخ اليوم الساعة 7 مساء، فالشرطة القطرية ملزمة أو سوف تنفذ هذا طبعا يعني. فهنا حضراتكم في التفاصيل أن صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال إنه لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح اللي هو بتاع اللواطيين الداعمة للمثلية من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر. والصحيفة قالت إنه الفيفا أبلغ اتحادات كرة القدم أن شعار حب واحد اللي هم بتوع اللواطيين يعني بألوان قوس قزح الخاص بالمثلية الجنسية لن يتم حظره في الملاعب خلال ما تبقى من مونديال قطر 2022، مشير أن الفيفا تلقى ضمانات من الحكومة القطرية بهذا الخصوص. طبعا حضراتكم موقف الفيفا واضح تماما من هذه الصورة. كما نشاهد هنا وزيرة الداخلية الألمانية وهي بترتدي هذا الشعار، ورئيس الفيفا وهو يعني يشير مبسوطين. شفته؟ طيب تخيلوا كي نفهم المنتصر الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية هم الذين يفرضون على العالم ما هو الصواب والخطأ. يعني لو ان وزير الداخلية ألمانيا كانت في ملعب في ألمانيا ولا في قطر ولا في أي دولة في العالم وهي حضرتها وضعت صورة هتلر، ماذا كان حدث؟ كان الشرطة فورا تحركت وجابوها من قفاها، والله كانت باتت في السجن ما رجعت بيتها أصلا. لكن بما أنه هي هنا مخالفة للقانون، ولكن حتى لما بيكون فيه القانون، لما تخالف القانون متى يتحركون بسرعة حسب الجهة القوية. فهي هنا لما رفعت شعار مخالف للفيفا، يعني رئيس الفيفا نفسه اللي مفروض هو يطبق هذا القانون هو نفسه بيقول أيوة ده هي بتخالف القانون وأنا مبسوط، وتصوروا وحتى طلع بتصريحات وقال أنا أشجعها واحترمها على هذا، ده بتخالف القانون بتاعك. فداس على القانون واللوائح والتعليمات تحت حذائه، يعني حتى لم يحترم اللوائح والقوانين التي أصدرها هو بنفسه. ثم الوزيرة طبعا وحكومتها وطبعا ولا الشرطة هتقترب منها ولا حاجة، يقول لك أصل عندها حصانة. فالحصانة لذلك الإسلام ليس فيه حصانة. الحصانة هي إنه فيه ناس أعلى من البشر وناس أعلى من القانون، فكل الناس أنت تغلط مالكش حصانة، احنا هنرميك في السجن. لكن هي بقى وزيرة معاها جواز سفر دبلوماسي والكلام الفاضي. ولذلك هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر هل كان معه حصانة؟ لا. أبو بكر الصديق كان معه حصانة؟ أبدا. عمر بن الخطاب كان معه حصانة؟ أبدا. قال لك لحوم العلماء مسمومة؟ لا طبعا. وهكذا. لكن أنتم كما تشاهدون أنا أخالف القانون، يعني لو واحد عادي خالف القانون نطرده بره، لكن هي لما تخالف القانون أهلا وسهلا. فيتضح لكم أن فكرة أنه القانون احترموا القانون، احترموا البطيخ، احترموا الملوخية، احترموا الباذنجان وإلى آخره،
لا يطبق إلا على الضعفاء. وكما قال الدكتور عبد الرازق السنهوري أعظم مفكر قانوني ودستوري في العالم العربي خلال 100 سنة الأخيرة: القانون لا يوجد إلا بين قوتين متساويتين من حيث القوة أو الضعف، أما حيث توجد القوة فهي القانون. اليوم من يحكم العالم هم أصحاب هذا الشعار، فلذلك هم القانون، ولذلك ما فعلته صحيح. طب الشرطة ولا تقدر تقرب من ناحيتها ولا أي حاجة. طب لو هي رفعت صورة هتلر، طبعا كانوا شدوها ورموها في العنبوكة، كان ممكن اترحلت مع الفيران في أي سفينة كده في المخزن ولا بتاع. فهمنا القصة؟ فهكذا يا معلم. فطيب هي جايه تعمل ايه؟ جايين يعملوا دعوة دينية داخل الملاعب، وحدثونا عن انه السياسة لا تدخل في كرة القدم، الدين لا يدخل في كرة القدم، نحو السياسة جانبا ونحو الدين جانبا، العلمانية، احنا جايين نلعب كرة قدم. طب خلاص كنا نلعب كرة قدم. فإذا بهم أنا مالي بقى هي واحدة بتركبها ولا واحد بيركبها ولا يعني انت ليه؟ هي ده هم طالعين، راجل طالع يقول لك على فكرة أنا بتركب بالليل. طب احنا بنلعب كرة قدم ولا انت جاي يعني تقول يعني تحكي لي ليه ان هم ركبوك بالليل يعني؟ فأنت تجد أنك أمام دعوة دينية، لأنه الإسلام يحرم ذلك، المسيحية تحرم ذلك، وغير مسموح للإسلام ولا غير المسموح للمسيحية أن هي تعمل دعوة في الملاعب أو دعوة دينية في الملاعب. بره بكيفك، لكن جوه الملعب لا، ممنوع إسلام، ممنوع مسيحية، ممنوع أي دين يعني، إلا هذا الدين اللي هو بيجري فرضه ويسمحوا يخشوا براحتهم. فهمنا القصة؟ لماذا؟ لأنه الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية هذا دينهم وهذا هم ما يؤمنون به، وبيفرضوا عليك، والقانون بيعملوا مصلحتهم، بيطبق عليك أنت فقط. طيب اللي اتبع في كأس العالم في قطر وهي خطة إعلامية ناجحة، هي مسألة احنا عاوزين نعرف المسلمين العرب دول ان في حاجة اسمها لواط، وان يجب انكم تكونوا لواطيين وكلام من هذا القبيل يعني. وعلى فكرة كان في حد كاتب دراسة انه يجوز استخدام لفظ اللواطيين واللوطيين، وان ده جاء في التاريخ الاسلامي اصلا، وليس مقصود بالحط من سيدنا لوط عليه السلام يعني. وممكن نتناول ذلك بالتفصيل في حلقة يعني. طيب ايه الفكرة؟ القاعدة في الاعلام هي لما نكون عاوزين نقنع حد بحاجة، فنأتي ب10 أشخاص كلهم بيقولوا إن الموضوع ده حرام، الخمور حرام مثلا، وبعدين واحد منهم يقول الخمر حلال، وال9 الآخرين يشتمونه وأنت فاسق فاجر إلى آخره. فكده الجماهير الحمد لله احنا انتصرنا عليه وبهدلناه وكذا. بعدها بشهر يبقوا بدل ما واحد يبقوا 2 يقولون الخمر حلال، و8 يقولون الخمر حرام، ثم 3 بعدها بشهرين، ثم كذا، ثم نخليها 5-5، وبعدين نقول يعني كده خلاص يا جماعة المسألة مختلف فيها. بعد سنة سنتين يبقى المسألة مختلف فيها. بعد ذلك نجعل بقى 8 هم الذين يقولون ان الخمر حلال، و2 فقط يقولون الخمر حرام، ويبقوا ال2 دول ايه؟ متشددين رجعيين، ناس بقر حمير يعني. هم نجعل 9 مقابل 1، ويبقى الواحد ده حاجة يعني انت الوحيد يعني. وبعد ذلك نجعل 10 كلهم. طب بعد ذلك الذي يقول ان الخمر حرام نعمل ايه؟ نضعه في السجن. وده حصل يعني، حتى حصل في تركيا في العهد العلماني، لو انت طلعت قلت الخمر حرام تدخل السجن. وبيحصل في دول اسلاميه حاليا، اي شيخ يقول الخمر حرام ارموه في السجن، ولو شيخ قال الحجاب فرض ارموه في السجن. والشيخ عثمان الخميس لما طلع قال عيب ان المراه تنشر صورها على الفيسبوك او وجهها او شيء من هذا القبيل، طلعوا شتموه. طب لو هو طلع قال ان المراه يعني لو رقصت على الفيسبوك وبتاع وكذا، كانوا قال لك والله تصريحات جريئه من الشيخ، زي ما بقول لك ايه، الملابس الفنات كانت ملابس جريئه يعني، ملابس عاريه يعني. فالمهم انت تجد في الاخر انه لا يوجد حياديه في الاعلام، وان المساله كلها اعتقادات دينيه. يعني الذين يدرسون لك الحياديه واحترام القانون والكلام ده كله، ده اعلى شخص مسؤول في كره القدم في العالم، هو اول مشجع ينتهك القانون والتعليمات التي اصدرها. وفكرة بقى ان اوروبا بلد القانون وحق وحقك واحنا اصدرنا القانون وهذا الكلام اهو. ودي وزير الداخلية يعني، مفروض ان هي بتطبق القانون حتى لو لم تقتنع به، حتى لو القانون ضدها. طب القانون ضدك وانت خلاص قناعتك خلاها لنفسك، لا هي دستهم. فالفكرة اللي احنا واخدينها عن ان اوروبا بلاد القانون والكلام ده كله كلام في البطيخ والملوخية يعني. فهمنا القصة؟ طيب فبعدين بقى الناس قالوا ايه يا جماعة، ده هي كانت وزيرة الداخلية داخلة هكذا، وبعدين قلعت الجاكيت. يعني شوف هي قلعت الجاكيت،
كي تظهر ذراعها يعني. طيب وخلاص يعني افرض ان واحد افلت من رجال الامن ودخل سكينه مثلا وبعدين طلعها في المدرج وعمل كده وحتى رجع لبيتهم ولا رجع للفندق، ما الشرطه هتروح تجيبه. لكن هي خلاص هي ارتكبت المخالفه وبتاع، طب ايه عقوبه المخالفه؟ ولا حاجه. دائما القانون في مصلحه القوي، لانه القانون يضعه القوي، فالقوي يضع القانون بما يوافق مصالحه. ولذلك جرى استغلال كأس العالم من اجل نشر فكره اللواط، وانه ايها المسلمون العرب تقبلوا هذا او مارسوه وهكذا يعني. وطبعا هم بينظروا للمنطقه الاسلاميه العربيه هذه على ان هي منطقه يعني معدن الاسلام نفسه، فلابد يعني يجري التدرج في الحين اقناعهم بهذه الامور. فالامر الاول نطرحه للنقاش ونقرح ويجري طرحه بصيغه انه ده عيب وما يصحش وحرام وكذا ولن نسمح، وبعد كده والله احنا بقى اضطرينا ان احنا نسمح للمساله يعني. طيب هنا في قناة الجزيرة وزيرة الداخلية الألمانية تكشف ما دار بينها وبين رئيس الفيفا بشأن شارة دعم المثليين. والوزيرة خلي بالك الوزيرة المنتمية لحزب مين؟ المستشار أولاف شولتس الاشتراكي، ركز في كلمة الاشتراكي. الاشتراكي اليساري واليساري. كنت بسمع اليوم محاضرة عن الحلاج، والحلاج كان يقدس الشيطان، اللي هو الحلاج اللي كان يعني الصوفي الكبير ده كان يقدس الشيطان وهو كان من القرامطة يعني. ففيها انه الشيطان ظهر له وقال له ايه؟ انا احللت لك المحرمات. يعني اذا كان الزنا حرام فاحنا خلناه حلال، اذا كان اللواط حرام فاحنا خلناه حلال، اذا كان الخمر حرام فاحنا جعلناه حلال. ودي عقيدة الشيعة الاسماعيلية تحديدا يعني. طيب فالفكرة اليسار هي انه اي حاجة في الاسلام مثلا، خاصة في الاسلام والمسيحية بدرجة اقل، هي حرام لابد نجعلها حلال، واي حاجة في الاسلام حلال او واجبة لابد نجعلها محرمة. يعني الاسلام فيه المرأة لابد ترتدي الحجاب، يبقى احنا لابد نجعل الحجاب محظور، وهكذا. فهمنا؟ طيب ادي كلمة الاشتراكي يعني. وهم يريدون بالمناسبة الحكومة الألمانية دي حكومة يسارية يعني، فهي تريد حتى نزع الصليب من البرلمان الألماني. طب انتوا بيزعلكم في ايه الصليب؟ مش عارف يعني، المهم يعني. طيب فهي بتقول تحدث معي رئيس الفيفا اسمه انفانتينو عن الشارة الموضوعة حول ذراعها، وحول ما إذا كانت هي شارة وان لاف حب واحد. عندئذ قلت له ليست بهذا السوء الذي يعتقدونه المسلمين يعني، أليس كذلك؟ يعني أنت بتوافقني؟ وتابعت الوزيرة قائلة إنني أرى أن قرار الفيفا بحظر الشارة في الملاعب خطأ كبير، وأشارت أن مشجعين ذكروا أن الشرطة القطرية سحبت منهم أعلام قوس قزح قبل دخولهم إلى الملاعب. طب هل الفيفا هتسمح بأن المسيحيين يدخلوا بالصلبان والمسلمين يدخلوا بالهلال أو لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ويأتي بقى أصحاب اللي بيعبد البقرة يجيب رمز البقرة وتحول بقى هي كرة قدم ولا مكان مؤتمر ديني مثلا. فلكن هي المسألة على كيفهم يعني، بقى من اللي في الآخر بيسيطر على الفيفا. طيب أضافت أنه عن صورة لاعبي منتخب بلادها وهم يضعون أيديهم على أفواههم في ملعب كرة القدم، قالت الوزيرة إن اللاعبين أعربوا عن احتجاجهم بهذه الإشارة، وأنا أعربت عن احتجاجي بارتداء إشارة والله واحد أو حب واحد يعني. أيضا هنا لاعبي المنتخب الألماني وضعوا يد أفواههم. ليه؟ قالوا أصل والله بتمنعونا من الدعوة إلى اللواط. طيب ولو افرض بقى إن هؤلاء دخلوا بصورة هتلر، أو هؤلاء دخلوا معاهم الصليب، بلاش الإسلام يعني، ما بتكلمش على الإسلام خالص أهو. يعني هؤلاء اللاعبين دخلوا ورفعوا الصليب، كل واحد رافع صليب كده، الفيفا والله العظيم قد طردهم ومنعهم من اللعب. ده إنه الموضوع الذي إيه هو الموضوع الديني؟ خلي بالك، الدين هو كل ما يتناول الموضوع الدين، وإن لم يسميه دين. يعني الإلحاد دين، لأنه الدين يقول لك أن الله خلقك وأنك ستموت، وبعد ما تموت هتدخل الجنة أو النار، سواء الدين اسمه الإسلام، اسمه المسيحية، اسمه الهندسية. من الهندسية تقول لك ما فيش بقى نار بعد كده. فطالما أنت بتتناول موضوع لا تستطيع أن تدركه الحواس، اللي هو الموضوعات الأخروية، الجنة والنار والبعث ومن أين جئنا ومن خلقنا، في هذه الحالة فهو دين، سواء اسمه إلحاد، اسمه فلسفة، اسمه كذا. وطالما بيتناول نفس الموضوعات، واحنا ذكرنا من قبل في حلقة سابقة ان والله انت فاتح محل ملابس وانا فتحت بجارك محل ملابس، بس سميته محل صور مشهور لبيع اللحوم، بس هو بيبيع ملابس. ايه يا صاحبي بيبيع لحوم؟ هي فين اللحوم؟ جاكيت وبدله وجرافطه. فانت الاسلام جاي يقول هذا حرام، يقول هو ايه؟ لا انا حلال وبدعو له. يبقى انت دخلت مع الدين. فهمنا؟
لكن اللي هو مش دين انك بتلعب كرة قدم، فحلاله انا ما اعرفش، ما بفهمش بقى في الامور الفقهيه يعني. انما افترض يعني انت جاي تبيع بضاعه مثلا، بتبيع كمبيوتر مثلا، فالكمبيوتر ما فيهوش حلال ولا حرام، ممكن تستخدمه حرام وممكن تستخدمه حلال، فنروح احنا جايين نلعب كرة قدم لا فيها حلال ولا فيها حرام، وهكذا يعني. لكن كما تشاهدون هي دعوة دينية. طبعا هنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى، انظروا طبعا هم اللعيبة عملوا ايه يا جماعة؟ كلهم وضعوا يدهم على أفواههم. طبعا هذا المشهد القرآن الكريم ذكره سبحان الله، وكأن الآية نزلت في هذا الموقف فيما يحدث في كأس العالم في قطر. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح. شوفوا ادي قوم نوح، يبقى الإشارة اللي هم عملوها دي زمانها من ايه؟ من عهد سيدنا نوح عليه السلام. قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، يعني أقوام آخرين لا يعلمهم إلا الله. وركز، لا يعلمهم إلا الله، أي أن هناك أقوام وأمم وحضارات عاشت مهما نقبنا في الآثار نحن لا نعرف شيئا عنهم. لأن بقول أهو والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإحنا المدة الزمنية بينه وبين سيدنا نوح مدة كبيرة جدا. حتى في قصة سيدنا موسى لما فرعون قال له: فما بال القرون الأولى، ما إيه التاريخ القديم إيه؟ فقال سيدنا موسى: علمها عند ربي. وده يثبت خطأ التوراة اليهودية اللي بتقول أن عمر البشرية 7000 سنة أو 12000 سنة أو شيء من هذا القبيل، وأنه نسب سيدنا موسى لا أحد عنده نسبه إلى سيدنا آدم. والناس اللي بيقولوا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام أو إلى نوح غلط، لأنه لا أحد يستطيع أن يصل إلى النسب. لو وصلنا لهذا النسب إلى آدم عليه السلام، لو إلى نسبه لآدم عليه السلام، يبقى احنا عرفنا كل الأقوام، وهذا يخالف القرآن كما شاهدنا. يضيف الله سبحانه وتعالى قائلا: جاءتهم رسلهم بالبينات فعملوا ايه؟ فردوا أيديهم في أفواههم، نفس لعيبة ألمانيا، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. احنا بنشك شك جديد قوي. أيضا في نفس الأمر ظاهرة اللي هم اللي لابسين ملابس صليبية هنا في قناة الجزيرة مسيئة للمسلمين. الفيفا يمنع الجماهير من ارتداء ملابس الحملة الصليبية في كأس العالم في قطر، ومش لن يباحها لأن الفيفا لا يريد أي دين، لا مسيحية ولا إسلام ولا غيره. يعني هي المسيحية نصها غلط ونصها صح، لكن بيقول لك بما في إنه نصها صح فاحنا مش عاوزينها أيضا. يعني هم لم يمنعوا، الفيفا لم تمنع ملابس الحملات الصليبية احتراما لمشاعر المسلمين واعتبار ان الجزيرة العربية بلد مكان مسلم يعني او شعوب مسلمة. لا، هو مش عاوز المسيحية، هو الفيفا عندها موقف ضد المسيحية ومش احتراما لحضرتك. وانت قلت له امنع علم الشواذ، قال لك لا. طيب هنا حضراتكم انظروا، ادي مشجعين انجليز يريدون الدخول الملاعب بالملابس الصليبية. طبعا بريطانيا شاركت في الحملات الصليبية، كان فيه ريتشارد قلب الاسد اللي هزموا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في الحملات الصليبية إلى آخره. وألمانيا كانت منبع الحملات الصليبية، وفرنسا هي اللي بدأت الحملات الصليبية، يعني كل أوروبا اشتركت فيه. لكن العجيب أنه شوف التصرفات الرعناء. يعني أنت لم يخطر في بال أحد من المسلمين أنه يذهب لحضور مباراة كرة قدم في بريطانيا مثلا وهو بيرتدي ملابس صلاح الدين الأيوبي مثلا، لابس الخوذة والبتاع. في يا عم أنت رايح تعمل إيه؟ وإحنا يعني أنت ما هي المناسبة يعني؟ لكن انظر، هم لا يستطيعون أن ينسوا، يعني يستحضرون الحرب في كل شيء حتى في كرة القدم. أمر عجيب. وهم لا يفعلون ذلك تمسكا بالمسيحية، لأنه هتجد دول بالليل كانوا فين وبيعملوا إيه، ومفيش أصلا مسيحية أصلا. يعني كان الرئيس الروسي بوتين اللي نزل يغطس ويحط ويعمل، وهو أصلا غير مؤمن بالمسيحية، لكنه يتمسك بيقول لك بما أنت مسلم فأنا لابد لي دين، فأنا بقى المسيحي. يعني هو يدافع عن المسيحية التي هو كافر بها أصلا، إنما هي يعني إيه المعاندة. انظروا أهو، ورايح بالسيف ورايح بالكذا وبالخوذة ورايح تحارب يعني. فهذا يرينا هذه العقليات. طبعا المسيحية هزمت، يعني من حارب المسيحية؟ طبعا المسلمين الأوائل أزاحوا. الأول حارب المسيحية يعني، وأنا مش عاوز أدخل في هذا، لكن أول من حاربها بولس اللي هو المؤسس الثاني للمسيحية بعد سيدنا عيسى. وبولس أدخل فيها الديانات الغنوصية والديانات الباطنية، يعني اللي بيلعب في الإسلام دور بولس عبد الله بن سبأ. وبعدين جرى إبادة المسيحيين الموحدين في العالم المسيحي في ذلك الوقت، ومنهم المسيحيين في الأندلس.
ولذلك المسلمين دخلوا أنقذوا ما تبقى من المسيحيين الموحدين. وممكن نخصص حلقة عن المجازر اللي ارتكبت في أوروبا ضد المسيحيين الموحدين، أو أترك هنا فيديو للدكتور فاضل سليمان عامل شرح كويس جدا عن الأريوسية، فبإذن الله إن شاء الله اتركوا هنا اسمعوه. تشوفوا الإسلام جاء لإنقاذ الناس، لم يتوقع المسيحيين الموحدين اللي هم بعد كده أسلموا بالمناسبة، وبقي المسيحيين المثلثة اللي هم أخذوا جزء من الديانة الباطنية أو الغنوصية يعني، اللي هو أدخلها بولس يعني. فكما نشاهد هو كما قال الإسلام أنه العالم تحركه الأفكار وليس العالم تحركه المادة. الصراع على الآبار والنفط وكده ده موجود، ولكن العالم بالأساس تحركه الأفكار. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة وضحت. وختاما هنا فيديوهات للدكتور فاضل سليمان أرجو أن تشاهدوها عن الأريوسية، مصير الأريوسيين في العالم قبل ظهور الإسلام، تعرفوا رحمة الإسلام. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها، أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.